أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كيف. اليوم راح نتكلم في موضوع وفي سؤال أنتم سألتوني عليه ولازم أجاوب عليه، لأنه مواقع التواصل موجودة في أسفل الشاشة. دائما إحنا بنتحاور معكم، بنشوف أغلب أسئلتكم ونتكلم معكم فيها إن شاء الله. في أشخاص كثيرين سألوني ليه بننحف بشكل مستمر مع إنه بناكل كمية كبيرة؟ ليه بننحف بشكل مستمر مع إنه بناكل كمية كبيرة؟ هذا العرض راح يأثر وراح يقول لنا وراح يوجهنا لمرض معين ممكن لا قدر الله يكون عندك وانت ما تدري. لذلك اليوم راح نتكلم في موضوع كيف ممكن نشخص نشاط الغدة الدرقية. الغدة الدرقية سواء نشاط أو خمول من أهم الأمراض المنتشرة حاليا عند كثيرين من المرضى. لذلك اليوم راح نتكلم أنا وإنتو بس عن أعراض نشاط الغدة الدرقية. الأشخاص زي ما ذكرنا اللي بينحفوا بشكل كبير، ترى هذا ما هو انه شطاره منك، ممكن يكون عندك زياده في الايض، ممكن يكون عندك نشاط في الغده الدرقيه، فلازم تنتبه وتتوجه لاقرب طبيب. اما الاشخاص اللي عندهم ما شاء الله شهيه كبيره وشهيه مفتوحه على الاكل وما بيسمنوا، حاول لا تقول لغيرك، لكن توجه لطبيبك، لانه ممكن يكون عندك نشاط في الغده الدرقيه، ما هي شطاره. اما الاشخاص اللي عندهم تعرق بشكل كبير ودائما عرق عندهم في سواء في البرد او سواء في الحر، انتبه وشك ولازم تتوجه للطبيب علشان تستثني الغدة الدرقية. طبعا مش مرة انك انا تعرقت انا معناته ان عندي غدة درقية، انا بتكلم اللي عندهم بشكل مستمر. اما الاشخاص اللي عندهم نشاط وهمة بشكل كبير لازم ينتبه من نشاط الغدة الدرقية. اما الاشخاص اللي عندهم خفقان في القلب وضربات قلب سريعة وما بيحب، عليه ينتبه من نشاط الغدة الدرقية. هذه الاعراض منتشرة بشكل كامل اللي عندهم نشاط في الغدة الدرقية. لذلك إذا اجتمع عندك عرض أو عرضين أو ثلاثة، انتبه وزور طبيبك علشان تستثني الغدة الدرقية. لكن في عرض ما ذكرته لكم اللي هو جحوظ العين وازدواج الرؤية. هذه من أعراض الغدة الدرقية، لكن تيجي في مراحل ممكن تكون متقدمة شوية من نشاط الغدة الدرقية. لذلك إن شاء الله ما يكون عندكم هذه الأعراض، وإن شاء الله تكون أموركم سليمة. لذلك إذا شكيتوا ورحتوا لطبيبكم وحابين تسألوني، راسلوني على مواقع التواصل الاجتماعي في أسفل الشاشة، وراح أكون بانتظاركم وراح أجاوبكم برحاب الصدر. أما أنا خلصت حلقتي من برنامج كيف، على أمل اللقاء معكم بكرة إن شاء الله في خمول الغدة الدرقية. تابعوني. كان معكم دكتور محمد الغندور، وفي الختام لكم مني أحلى سلام. إلى اللقاء.